السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. أول شيء نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. إذا وصفتنا لنهار اليوم هي اللحم المفورة على طريقة المحلات. رافقناه بالخضر، خضر مفورة قليناها، جا كل فرماج جا يذوب في الفم. إذا جوز تلمسيه يتفتت وحده. شوفوا القوام تاعو جا قمة في البنة مع الماريناد اللي درناها جا رائع. اذا في طبسي درنا ملعقة كبيرة تاع مارغرين، زدنا له 3 ملاعق تاع زيت الزيتون وملعقة كبيرة تاع لاموطارد. اذا ملعقة كبيرة تاع لاموطارد. ابري زدنا له، اذا سمحوا لي راح لي الفيديو وين زدت لي زيبيس. اذا لي زيبيس اللي درتها هي فلفل اسود، قزبر ملحي، اذا نص ملعقه فلفل اسود، نص ملعقه قزبر ملحي، نص ملعقه راس الحانوت، ونص ملعقه تاع زنجبيل. ابري اذا نفتحوا كاع اللحم تاعنا هكذا بالسكين، نعبزوا عليه كاع هكذا بالسكين. ابري اذا دخلنا راس تاع الثوم، اذا من الجهتين نفتحوه كاع هكذا بالسكين. ابري نديروا له الثوم، اذا راس تاع الثوم درتها في الثقب هذوك. اذا الثقب هذوك كاع عمرتها نثقبو هكذايا بالموس. ابري نديرو لا ماريناد تاعنا، اذا اللي قلت لكم عليها 3 ملاعق زيت الزيتون، ملعقه كبيره تاع لاموطارد، ملعقه كبيره تاع زبده، فلفل احمر، اذا فلفل اسود، قزبر ملحي، وراس الحانوت. نخلطهم كاع. ابري نغلف كاع اللحم تاعي بهذه التتبيله رائعه. اذا اللحم تاعي كان عاصي ميطاب كي الفرماج، اذا اللحم البقري، اذا اللي عنده الخيوط تاع الشحم الداخل كان عاصي ميطاب لي كي الزبده، طاب فرماج. إذا نجربوه بهذه الطريقة مع هذه الشرمولة والتتبيلة الرائعة يجي قمة في البنة. أبري نغلفوه مليح. إذا أولا نديرو بابي كويسون، نديرلو 3 تاع ورقة تاع الرند من الداخل كما قلت لكم. نغلفوه مليح بهذه التتبيلة. أبري نغلفوه مليح بالبابي كويسون، دخلوه هكذا في غيسيبيون. أبري التتبيله اللي بقات لي ندير لها ربع كاس تاع الماء ونديرها من لي كوتي، ما نديرهاش من الفوق باش ما تروحليش هذيك التتبيله رائعه. ابري اذا درت له 3 تاع لي بابي كويسون كاع لي كوتي. ابري نزيد نغلفو ب بابي الومنيوم. كما تعرفوا ما نقدروش نديرو بابي الومنيوم ديريكتومون، لانه كما تعرفوا ماشي صحي البابي الومنيوم، لازم نغلفو ما يخرج والو، اذا كلش يبقى في الداخل. ابري نديرو في الكسكاس مما الكسكاس نغلفوه هكذايا ببابي الومنيوم وندير. اذا نشوفوا الطريقه كيف درنا في نفس الوقت. اذا بعد ما شعلنا للنار يطيب اللحم المفور تاعنا، ندير قشرت الخضر، قشرت زروديه، البطاطا مع شويه تاع لوبيا مشطو، نقطعها زروديه، نقطعها هكذا دوائر، نديرها في الاول، ندير لها شويه تاع الملح باش ما تجيناش صامطه. ابري نكملو نقطعوا البطاطا تاعنا دي بتي كاري هكذايا، نكملهم هكذا بنفس الطريقة. ندير لهم الملح. اذا ميم اللحم تاعنا لازم ديروا كمية مليحة تاع اللحم باش يجيكم بنين. ابري نديرهم اللوبيا مشطو، ما عنديش بزاف، عندي شويه، خلطها برك مع الخضار باش تجي بنينه. نديرهم هكذا حتى يطيبوا. اذا بعد ما طابوا درتهم في مقله، درتهم شويه تاع الزيت، 3 ملاعق تاع الزيت، زيت الزيتون. الا اللي بغى يدير المارغرين ولا الزبده يدير. ابري نقليهم مليح، ندورهم هكذا حتى يتقلاو في هذيك الزيت. ندير لهم شويه تاع ثوم، شويه تاع فلفل اسود، كي يتقلاو ندير لهم شويه تاع
المعدنوس من الفوق. نفس الطريقة نكملها. اذا بعد ما قليت ندير له شوية تاع كما قلت لكم في القلية نديرو قبل الثوم يتقلى مع الخضرة اللي فورتها. ابري ندير له شوية تاع فلفل اسود وشوية تاع معدنوس من الفوق. شوفوا الخضرة تاعتنا بعد ما قليناها كاع، بعد ما درناها الصوتي جات قمة في البنة. واللحم تاعي بعد ما مرت عليه 2 سوايع ونص، انا بيسك اللحم تاعي قلت لكم كان عاصي خليته 2 سوايع ونص. طاب كي الفرماج، طاب هايل، جا يذوب في الفم، جا قمة في البنة. دوك تشوفوه. اذا مع لاصوص اللي طلقها لاصوص بنينه. اذا اللي يحب يفور شويه تاع رز ولا يغليه يسقي بهذه اللاصوص، جات قمه في البنه. انا دوك نغلي شويه تاع الرز ابري نسقيو بهذيك اللاصوص. نحط اللحم تاعي فوق الخضر تاعنا اللي صوتيناها، درتها صوتي. نشوفوا اللحم تاعي راه سخون مليح، سي بوصا ما قدرتش نمسو. اذا نشوفوا كي جوست تمسيه يتفتت وحده، جوست تمسيه يتفتت وحده، جا هايل. جا كما قلت لكم كان اللحم تاع البقري تاعي عاصم. يشوفوا كيفاه طاب زبده. نجربوا اللحم المفور بهذه الطريقه مع الخضر صوتي. اذا الخضر صوتي هكذايا جاو ولا اروع، جاو قمه في الروعه. اذا التتبيله تاعي نسيت ما قلت لكمش، حطوا لها راس تاع الثوم، خلطوها مع لي زيبيس هذوك. ولا واللي يحب يزيد لها النص تاع البصله يزيد النص تاع البصله. اذا نشوفوا كيفاه يتفتت وحده، جا قمه في الروعه. شوفوا جا هايل. نتمنى تجربوا الوصفة تاعنا وتشاركوا في القناة تاعنا وتدعمونا بإعجاب. شوفوا كيفاه يتفتت وحده وجا يذوب في الفم مالغري كان سخون مليح. ان شاء الله ديفيسيلمون تمسيه مي جست نمسوه يتفتت وحده. نشوفوا مع الخضر اللي صطيناها جا قمة في البنة. اذا كلو ما شبعوش قالوا لي على طيبتينا غير شوية، مي لا بروشين فوا نطيب نزيد الكمية. نجربوه بهذه الطريقة. اذا بقى لكم لحم من العيد ديروا بهذه الطريقة. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.